واش في خبارك عزيزي المشاهد ان المنتخب السوري اللي غادي يواجه المنتخب المغربي في ربع نهائي كاس العرب واحد من بين اكثر المنتخبات انضباطا دفاعيا في البطوله، ففي دور المجموعات من اصل 3 ديال المباريات قدر يخرج في 2 مباريات بكلين شيت. هذا الشيء اللي كيبين ان الفريق كيركز اولا على الدفاع وما كيغامرش بزاف في التقدم. الفريق كيستعمل كتله دفاعيه منخفضه والخطوط ديالو قريبه لبعضها وما كيخليش مساحات في العمق. قوه المنتخب السوري كتكمن في الصراعات البدنيه، حيت كيربح عدد كبير من الالتحامات الارضيه والهوائيه، وكيعتمد بشكل كبير على المرتدات السريعه والتسديد من بعيد. فراه سجل الاهداف ديالو في دور المجموعات من خارج منطقه الجزاء وما عندوش فعاليه كبيره داخل الصندوق. ولكن من جهه اخرى المنتخب السوري كيعاني بزاف في بناء اللاعب، الاستحواذ ديالو ضعيف ودقه التمريرات خصوصا في ملعب الخصم محدوده، وكيضيع الكره بزاف الا فرضت عليه الضغط العالي. فاي منتخب كيلعب عليه بضغط منظم كيخلق عليه مشاكل واضحه. فاحسن طريقه ممكن يلعب بها المنتخب المغربي ضد سوريا هي الضغط العالي من البدايه، تسريع الريتم واللعب على الاجنحه مع الحذر من المرشدات السريعه ديال الخصم. بهذا الاسلوب المنتخب المغربي يقدر يفرض شخصيته ويكسر النظام الدفاعي ديال سوريا ويمر للنصف النهائي بكل ثقه ان شاء الله.